السلام عليكم. ابراهيم المنيسي يا جماعه دلوقتي تسمعوه بيأكد خبر ايقاف قفشه واستبعاده من التدريبات، لكن الجديد اللي هتسمعوه بقى ان في محاولات جاده في طريقها للنجاح من الكابتن خالد بيبو والكابتن محمود الخطيب لتحجيم دور الازمه ومحاوله رأب الصدع بين مارسيل كولر ومحمد مجدي قفشه. محدش يفتكر ان في ازمه بين قفشه واللاعبين. اللاعبين عارفين قفشه كويس وعارفين عفويته، فما فيش منهم حد زعلان وانا منفسن من قفشه، ولا قفشه حتى زعلان. هو كان بيتكلم بعفويه وايجابيه وما كانش الراجل يقصد اي اساءه الى زمايله. اما موضوع رايه في مارسيل كولر او مثلا رايه في ان فايلر احسن مدرب، فده رايه الشخصي. انا ما شفتش ان هو غلط فيه او يستحق عليه اي عقاب. بالعكس، انا شايف ان مارسيل كولر الى حد ما كان متغطرس مع محمد مجدي قفشه، واذا كان مجدي قفشه اساء في كلامه للاعبين فده شغل الكابتن خالد بيبو، هو المفروض منوط به اتخاذ العقوبات طبقا للائحه الموضوعه في النادي الاهلي، سواء غرامه او ايقاف او الكلام ده كله. لكن ده مش من صلاحيات مارسيل كولر. مارسيل كولر ممكن يلعبه او ما يلعبوش، يستبعده ما يستبعدوش، لكن موضوع الغرامات والكلام ده كله ده مفروض من اختصاص الكابتن خالد بيبو. وبعدين هو في حديثه ما اساءش لمارسيل كولر، كون ان هو قال ان فايلر احسن مدرب فده ما فيهوش اساءه لمارسيل كولر، ده رايه الشخصي ويحترم. لكن العفويه اللي اتكلم بيها مجدي قفشه تؤكد ان هو اللاعب ما عندوش سوء نيه. انما الموقف السلبي من اداره النادي الاهلي تجاه قرارات او افعال مارسيل كولر تثير الحيره والتساؤل واتهام البعض لبعض الناس. اي واحد من جمهور الاهلي يطلع مثلا مش عاجبه الكلام ده او يطلع يتكلم ويقول ان مجدي قفشه مثلا ما غلطش، فهو يقولوا عليه ان ده بيحرض او بيعمل ضرب استقرار الفريق. لا، هو اي واحد ينتقد يبقى بيعمل على ضرب استقرار الفريق. اي واحد بيأيد مثلا ان قفشه ما غلطش او بيعارض وجهه نظر مجلس الاداره يبقى بيعمل على ضرب استقرار الفريق. لا، دي دكتاتوريه في اداره الاهلي، ومفروض الاهلي يسمع لجماهيره كويس. الجماهير هي العصب الاساسي لنجاح النادي الاهلي. بمناسبه الاهلي ومناسبه الجمهور، شيء مش معقول ابدا الابعاد اللي واخداها المشكله بتاعه محمد مجدي قفشه. وانا ما بحبش ابدا فكره النعام وان انت تبقى فيه مشكله فالناس ما تتصداش لده. يمكن امبارح ما حبيتش اتكلم فيها على اساس انه المساله فعلا نطاقها ضيق، لكن لقيت ان الناس وبعض الصفحات وبعض الاخوه اياهم واخدينها فرصه لضرب استقرار الفرقه. فعشان كده وجب التنويه بثلاث اربع نقاط اتمنى ان الناس تعيهم بشكل كويس. جمهور الاهلي هو الحامي والحمى للنادي الاهلي، ولذلك ياخد باله من محاوله ايقاع الفتنه بين لعيبه النادي الاهلي. بس قبل ما بنطالب الجمهور بالوعي والتصدي لاي محاوله لضرب استقرار الفريق، لازم نقول نقطتين ثلاثه مهمين. محمد قفشه راجل عفوي بسيط، لا يجيد التعامل والجلوس امام كاميرات الاعلام، يبقى ما يطلعش، او على الاقل اي حد من مسؤول الاعلام في النادي يقعد معاه يعرف الاسئله وتبدا الكلام. على فكره بيحصل على اعلى المستويات، يعني مش مع قفشه بس ولا مش مع اللعيبه بس، في مسؤولين كتير قوي في شركات لما بيحبوا يطلعوا في الاعلام المسؤولين الاعلاميين بتوعهم بيبداوا يظبطوا لهم كل الردود وكل الاحصائيات وكل الارقام وكل المواقف عشان يبقى الكلام مسؤول ومنضبط. فاتمنى انه لما يبقى في حد من نجومنا هيطلع للاعلام يبقى ليها ترتيب احسن من كده. رقم 2، قفشه كمان هو من نفسه لا ما ينفعش. ما هو يا اما تسال الناس قبل ما تطلع، يا اما لما تتكلم حاسب على كلامك. ولازم تبقى فاهم انه مش كل كلام ممكن يتقال بره يتقال قدام الاعلام، ناخد بالنا بشكل كويس. ثانيا، الكلام ان هو يمس علاقه اللعيب ويبان منها، انا مقدر تماما وعارف انه الراجل ده اصيل وطيب وما يقصدش لا نفسنا ولا الكلام على زمايله، لكن التأويلات راحت للسكه دي. مستر مارسيل كولر، انا معاك انه على طول محمد مجدي قفشه يعاقب، لكن يعاقب وليس يبتر.
العقاب على قد اللي حصل، لأن اللي حصل في الأول وفي الآخر كلام نتيجة عفوية لاعب غير مسؤول في ألفاظه، لكن من المؤكد إنه جواه ما هواش فيه أي شيء من نفسنا ولا سواد. علاقته بزمايله علاقة الكل عارفها والكل مقدرها. أخطأ في التعبير، ده كلام قولا واحدا. لكن يا قفشة، احترام المدرب ده حق أصيل. جمهور الأهلي اللي شالك فوق أكتافه وهتف لك وفرح بيك وهيفرح بيك أكتر، ولا هيعبرك لا أنت ولا غيرك لما تمسوا النظام بتاع الفريق والنادي ولا استقرار الفريق. بصوا، الأهلي جمهوره محدش عنده عزيز زي الأهلي. أجمل وأعظم ما في جمهور النادي الأهلي إنه مفيش لعيب عزيز عنده قصاد النادي. النادي هو الصح. النادي ونظامه واستقراره ووحدته وفرقته هي الأساس قبل أي حاجة، مهما كانت نجومية اللاعب ولا القاضية ولا الفاضية ولا الكلام ده كله. اللي عنده استعداد يقدر قيمة الأهلي ونظام الأهلي وضوابط الأهلي هيفضل طول عمره فرص النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. كمبرة اللي منها محمد مجدي قفشة جنبها ناهية على طول. بص على أبو تريكة من ناهية، ولما خرج أبو تريكة وفضل حتى الآن الناس بتقول لك ده أمير القلوب عشان عمره ما غلط في نظام النادي الأهلي. أنت عليك إن أنت تاخد بالك كويس قوي. أنا مقدر حسن النية والعفوية بتاعته، بس دايما بيتقال إنه طريق جهنم والعياذ بالله محفوف بحسن النوايا. يعني أي حد بحسن النية بيوقع نفسه في أم المشاكل، فعليه إنه ياخد باله كويس قوي. لكن على الآخرين أن ينصتوا ويمتنعوا بقى عن محاولة النفخ في هذه المسألة. شوية ضرب بين قفشة وكهربا، وشوية بين قفشة وإمام عاشور، وأنا مش هرجع وأنا مش جاي وأنا مش رايح. كل الكلام ده يا جماعة أتمنى كمان على الكابتن خالد بيبو التصدي ليه بقوة. في عقوبة على قفشة تعلن. مستر الكورة مش أي لاعب هيغلط هيتبتر، لا، بالذات لما يبقى حد عنده من الرصيد في الانضباط ما هواش كتير. يعني قفشة ما عندوش تجاوزات حقيقية كبيرة، لكن عليه كمان انه يحترم النظام ويحترم الفريق ويحترم المدرب ويحترم زمايله غصبا عن اي حاجة، لانه ده الاساس للنادي الاهلي. كل الناس بتحب قفشة وكل الناس بتقدر قفشة وكل الناس عارفة العفوية بتاعت قفشة، فعليه هو نفسه قبل اي حاجة يعرف انه ده النادي الاهلي. اتمنى انه ده يكون واضح، وانه قفشه النهارده يرجع للتمرين ان شاء الله. امبارح ما كانش اتمرن، واول امبارح الراجل دخله الجيم. اتمنى الامور تنتهي عند هذا الحد. طيب، موضوع ان هو يرجع لتدريبات الاهلي في كل الاحوال مش هيقدر ان هو يعرض قفشه للبيع ولا يستغنى عنه لسبب بسيط جدا جدا جدا. اول حاجه، قفشه لاعب متميز جدا ومؤثر مع الفريق. حتى لو المدير الفني استبعده، في مدربين فنيين كتير كانوا استبعدوا لاعبين متميزين لغضاضه او شيء شخصي بينهم. وانا اتذكر ان حسام البدري لما كان ماسك الاهلي في اخر محاوله او اخر سنواته مع الاهلي، يعتبر من وجهه نظري هو انهى مسيره عماد متعب. ما كانش بيلعبه نهائي لاسباب غير مفهومه حتى لو اللاعب كان يجيد، وعماد متعب نفسه اتكلم في النقطه دي. فكون ان مارسيل كولر هيتخذ موقف معين من مجدي قفشه ومش هيلعبه، ده مش معناه نهايه مسيره مجدي قفشه. مجدي قفشه لو اتنقل، لو حب الاهلي يبيعه هيتنقل لاي نادي تاني، والانديه كتيره سواء الزمالك او بيراميدز او المصري، انديه كبيره ومن انديه القمه ممكن تشتريه واللاعب يكون ليه مستقبل معاهم ويعمل نتائج جيده جدا معاهم. فاداره الاهلي مش بالسذاجه ان هي تفرط في لاعب مثل قفشه عشان خطر واختلافه في وجهه نظر مع المدير الفني الموجود في الفريق. ثانيا، انا متاكد ان هيكون في محاولات كبيره هتكلل بالنجاح في الساعات القادمه بعد انتهاء احتفاليه الاهلي ومشروع الاستعداد الاهلي، اللي احنا طبعا خطوه مهمه جدا جدا وبنبارك عليها في للنادي الاهلي، وخطوه هتخلي الاهلي بعيد جدا عن بقيه الانديه الموجوده في مصر او الشرق الاوسط او في افريقيا، لدخل ثابت ومهم جدا وقوي جدا لزياده موارد النادي الاهلي وامكانياته في المنافسه على كل البطولات، وتوفير نفقات كتيره كان الاهلي بيدفعها في الملاعب والتدريبات على الاستادات والملاعب المملوكه للدوله. ده طبعا هيبقى شيء يخص النادي الاهلي وعائد متفرد وعائد كبير جدا لتنميه موارد النادي الاهلي. بعد الاحتفاليه دي ما خلصت، وان كان لنا بعض الملاحظات والاعتراضات على بعض الشخصيات اللي شاركت
في الاحتفاليه دي، لكن مفيش مشكله، هو كله في سبيل نجاح النادي الاهلي. اما محمد مجدي قفشه فلاعب عزيز على جماهير النادي الاهلي ولاعب محترم، ومش نسمح ابدا ابدا بان اداره الاهلي تتخذ قرار بذبح اللاعب او عرضه للبيع، ده كلام فاضي خالص.